ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هناخد الكارت الرابع في التارو اللي هو رقمه 3، اسمه The Empress اللي هي الامبراطورة. رقمه 3. طيب الامبراطورة هنا لو جه في او لأ بيبقى دي كده ايه. خلينا ناخد المعلومات الثابتة كده في الأول عشان ما نتلخبطش قبل ما ندخل في تفاصيل الشرح. طيب جه في او لأ بيبقى طيب رقمها 3. الرقم 3 ده ليه رابط رقمي مع كارتين تانيين. كارتين تانيين اللي هو المعلق اللي هو رقمه 12، وذا وورلد اللي هو رقمه 21. طيب يعني ايه؟ يعني 2 و1 3، 1 و2 3. يبقى الرابط الرقمي هنا بتاع الامبراطورة 3. طيب العنصر بتاعه هو أرضي، ليه علاقة بالعناصر الأرضية، يعني ليه علاقة بالأبراج الترابية. تمام. الكوكب بتاعه مرتبط بكوكب الزهرة. تمام. كل ده احنا كده بنتكلم في التفاصيل الأساسية اللي هو جه في أو لأ. رقمه 3. الأبراج الترابية ملوش برج معين، هو من الأبراج الترابية الأرضية، كوكب الزهرة. طيب لو جه في شاكرة من الشاكرات بيبقى شاكرة القلب والحب والحوض والخصوبة والحمل. تمام. ليه حاجات افتتاحية بيتكلم فيها عن الوفرة، بس نبص في تفاصيل الكارت الأول قبل بقى ما ناخد الحاجات اللي هي ايه ليها علاقة بالشرح. لو بصينا في الديك ده هو الاتنين رايدر ويت والاتنين امبراطورة والاتنين رقم 3 والاتنين معناهم والاتنين كوكب الزهرة، بس هنا في تاروت كلاسيكي شوية وده مستحدث، فالشرح بيتم على ده، بس احنا خلينا نتكلم في ده الأول. أول حاجة هنا هي لابسة تاج هنا بتاع الإمبراطورة، والتاج برضو هنا. التاج ده مرصع بالنجوم، هو يبان ان هو نص تاج، يعني هو اصلا في الشرح هو نص تاج، بس خلينا نقول ان هو نص تاج. النص تاج بتاعها ده فيه 12 نجمة. 12 نجمة، يعني برضو التحليل الرقمي بتاعهم 3. يعني رقم 3 ده مش رقم موجود هباء كده ملوش لازمة، لأ. وال12 نجمة دول كانوا موجودين على التاج بتاع ستنا مريم العذراء. تمام. برضو ليه علاقة برقم 12 وليه علاقة برقم 1 و2 اللي هما ال12 نجمة. ورقم 12 برضو مربوط بالعلامات الفلكية، فهو رقم مهم. العدد بتاعه 3 اللي هو أصل رقم الكارت، فمش موجود هباء كده. طيب اللي على هدومها هنا ده رمان، في الأساس هو رمان والمفروض هنا يبقى رمان، بس هما ليهم رأي تاني هنا. الرمان هنا ليه علاقة بالخصوبة والموت والحياة والولادة، فليه علاقة بالإله بتاع الحصاد في الحياة اليونانية. العقد اللي هي لابساه هنا والعقد اللي هنا، العقد ده أصلا من لؤلؤ خام، موجود من 7 لؤلؤات. رقم 7 دول ليه علاقة بحكمة، فاوريدي كده يبقى هي ست حكيمة. احنا كده لسه بنفسر وبعدين هنتكلم. طيب حكمة دول 7، وايه تاني 7؟ الشاكرات. تمام. اللي هما موجودين ايه بقى عندها؟ الجذر والقلب والحلق، وعندها عين تالتة وشاكرة التاج، وليها علاقة بالضفيرة الشمسية. تمام. طيب كوكب الزهرة هنا مرتبط بإيه؟ مرتبط بالحب والإبداع. هي هنا حاطة إيديها على رجلها، فهنا في شكوى. الكارت ده لما بيظهر لحد بيكون شكوى مرض
أو تعب في الركبة. تمام. ايديها اصلا هنا الحركة بتاعت ايديها دي ليها علاقة بكوكب الزهرة، بتشكل الكوكب. تمام. الزرع ده الزرع ده والزرع ده والزرع ده في الأساس هو ذرة كانت جاهزة للحصاد، فليه علاقة بالوفرة، وليه علاقة بالخصوبة، وليه علاقة بالمكافآت. طيب لو هنتكلم بقى في الشرح نفسه، الإمبراطورة أصلا بيجي للست اللي مستنية حمل وبتكون أصلا حامل. هو بيجي لواحدة مستنية حمل وبتكون حامل، وفي الغالب بتبقى بنت، في الغالب مش أكيد. تمام. بيجي هنا في كسل، الست دي بتبقى كسولة، وست عندها نوع من أنواع الإبداع، بتبدع في نفسها حاجات كتير، يعني في ستايل لبسها، في الحصاد، نوع الزرع اللي بتزرعه، في تفكيرها. شايفة هنا إن هي تفكيرها في الشهوات عالي جدا، ست بتحب العلاقات الجنسية، ممكن تكون أم، ممكن تكون زوجة. بيجي هنا لنصيحة، لو جه لست تشوف متعتها فين، تدور على المتعة وتدور على السعادة لنفسها، تحاول تفصل عقلها شوية. شايفة هنا ان لما بيجي لواحدة هنا في طاقتها، ان الست دي بتكون محبوبة واجتماعية جدا وعاملة حدود لنفسها. شايفة هنا ان الحدود عندها عالية، معاييرها عالية في حدودها لنفسها. تمام. شايفة هنا ان هي بتعرف تستغل انوثتها، ولو جه هنا في علاقة ست في مشاكل بينها وما بين جوزها، حاولي تستغلي الانوثة دي، الحاجة اللي ناقصاكي. لما يجي في طاقة مشاكل، شوفي الحاجة اللي ناقصاكي واستغليها. شايفة كمان ان بيكون حياة جديدة، حياة جديدة، ممكن حياة أم جديدة، هتجيبي بيبي جديد. شايفة حياة شغل، في حاجات جديدة انت هتبدأي تعمليها. تمام. شايفة هنا ان هتوصلي لمرحلة عالية جدا من الإبداع في الحاجة اللي انت كنتي عايزاها، يعني فتحتي بيزنس هتبدعي فيه، عايزة تبقي أم مستقرة هتنجحي في ده، علاقتك مع الشريك هتنجحي في ده، أي حاجة انت عايزة كنتي تعمليها هتنجحي فيها. فده كارت برضو يدل على النجاح والإبداع والوفرة. تمام. لو جه في علاقة حب أو علاقة عاطفية، هو علاقة حب هنا يبقى الشريك بيحبك جدا، وهنا في شهوة عالية للشريك عليكي. وشايفة هنا ان الشهوة في العلاقة دي اساس في العلاقة، اساس بيكمل العلاقة، مش استغلال جسدي، لا هو حب، حاجة نابعة عن طريق الحب. طيب لو حد بيسأل عن طريق او مصير العلاقة، فزواج. الكارت ده لما طبعا بيكون قبليه كروت إيجابية ويختم بيه طاقة، العلاقة دي بتكون مصيرها زواج وهيتم. طيب لو جه في شغل، شايفة ان هيكون في ابداع في الشغل، ما هو الكارت ده اساس الابداع اصلا في الشغل وفي اللايف ستايل وكل حاجة، واستقرار في الشغل وفلوس جاية. تمام. صحيا قلنا حامل او هتحمل. طيب في ايه تاني ليه علاقة بالصحة؟ قلنا كسولة، وقلنا هنا في وجع في الرجلين، هي نفس اصلا حاطة ايديها على ركبتها. تمام. في هنا تكون امراض منقولة جنسيا، الأمراض اللي موجودة عندها بتكون منقولة جنسيا. وفي هنا مشاكل نفسية، وخلي بالك المشاكل النفسية دي هي اللي مأخرة الحمل، لو دي اتحلت الحمل هيجي. تمام. في ضغط، في ضغط هنا هي بتمر بيه. لو جه في جنس أو جه في علاقة جنسية، شايفة هنا ان انتي بتعرفي الشريك بيحب ايه وبتبدعي فيه، وهو كمان كده. يعني لو جه في طاقة جنس، لو حد بيسأل على طاقة الجنس، الشريك هنا عارف انت بتحبي ايه وبيبدع فيه، وهو بيحب ايه وهو عارف انت بتحبي ايه وبيبدع فيه. فانا شايفة هنا ابداع في الجنس. تمام. يبقى كده قلنا الكارت ده معناه رقمه 3، الرابط الرقمي بتاعه 3، الكوكب بتاعه الزهرة، ليه علاقة بالأبراج الترابية، ليه علاقة بالوفرة والأنوثة، كارت إبداع في كل حاجة، في الشغل، في الحياة الاجتماعية، في الحياة الزوجية،
في حياتك كأم، ست محتاجة تشوف متعتها فين وسعادتها فين. نفس الكارت ده هو الكارت ده هو الكارت ده. رقم 3 معانا العقد اللي هي لابساه، التاج مش موجود بس النجوم موجودة، الرمان موجود. فحتى لو الكارت ده ظهر من غير ما يبان ان هو كارت امبرس، كارت الامبراطورة، هو معروف بتفاصيله، معروف بشكلها بالتاج والرمان. شايفة هنا ان العلاقة دي مصيرها جواز، شايفة ان دي ست حامل بتدور على حمل واوريدي هتكون حامل، شايفة ان هي هتوصل لكل المراحل اللي هي كانت عايزاها، شايفة ان هتلاقي توازن واستقرار في علاقتها الفترة اللي جاية. تحاول ما تضغطش نفسها نفسيا، بلاش ضغط بلاش ضغط بلاش ضغط. اتمنى يكون الكارت كان لذيذ عليكم وشرحه عجبكم، وان شاء الله هستناكم في بقية الكروت.